السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نصلي على النبي. قصتنا النهاردة جميلة وشيقة جدا، وأحداثها ممتعة، وبقلم الكاتبة الجميلة المبدعة يارا النميري. أتمنى القصة تعجبكم، وهستنى آراءكم في التعليقات في نهاية القصة. قصتنا النهاردة بتحكي عن بنت اسمها سلمى. كان حلمها تبقى دكتورة وتغير حياتها وحياة أهلها، لكن الظروف والوجع اللي مرت بيه قلبوا حياتها رأسا على عقب، وسرقوا منها حلمها. تعالوا نشوف ازاي سلمى بدأت الحلم ده، وايه هي الظروف اللي حاولت تكسرها، وهل هتقدر ترجع وتحقق حلمها تاني ولا لأ. يلا بينا نبدأ، بس الأول ما تنسوش اللايك والاشتراك. سلمى كانت البنت اللي كل الناس في الكلية عارفينها، مش عشان جمالها أو لبسها لأ، عشان تفوقها. كانت أول واحدة تدخل المحاضرة، وآخر واحدة تخرج من المكتبة. حلمها من يوم ما دخلت الطب إنها تبقى دكتورة كبيرة، تشيل هم المرضى وتساعد الناس، والكل في الجامعة كان بيحترمها لتفوقها وأخلاقها العالية، وأصحابها دايما بيستشيروها. بس في بيتها الصورة كانت مختلفة شوية. أبوها كان راجل بسيط، شغال موظف صغير في الحكومة، طول عمره بيجري ورا رقبة العيش. وأمها ست بيت طيبة، طول الوقت شايلة البيت على كتفها. لكن اللي كان دايما عامل الأزمة في حياتهم هو أحمد أخوها الكبير. أحمد كان شخص طايش، ضيع فلوس كتير في لعب القمار والسهرات، وكل كام يوم يرجع البيت مديون، وأبوه يحاول يجمع له الديون اللي عليه من هنا ومن هنا عشان ينقذه من سوء أفعاله. بس ده كله ما كانش بيأثر في أحمد، وكل مرة يكرر غلطته. حرام عليك يا أحمد، أبوك بيموت نفسه عشان يجيب القرش، وانت ما بتسيبش جنيه في البيت. ما هو أنا كمان محتاجة أعيش، مش كل حاجة تبقوا ماسكينها عليا. أمال انتوا خلفتوني ليه لما انتوا مش قادرين توفروا لي طلباتي؟ انت خلاص كبرت، يعني تشيل مسؤولية نفسك. هو انت فاكر ان الرجولة لعب ومصايب؟ الرجولة انك تشيل بيتك مش تضيعه. وانا بعمل ايه يعني غير اني بلعب قمار وامر بمبلغ عشان اكسب واحسن حالتنا؟ هو انتوا ليه مش شايفين الناحية الإيجابية من اللي بعمله؟ لسه هيقولي ناحية إيجابية؟ روح من وش السعادي. وسلمى تفضل واقفة في النص مش عارفة ازاي تحل النزاع، أو حتى ترشد أخوها على الطريق الصح. وفي يوم وهي راجعة من الكلية، لقت أبوها قاعد على الكرسي تعبان جدا، وماسك صدره، ووشه باين عليه الإرهاق. سلمى جريت عليه بسرعة وقالت له: مالك يا بابا؟ شكلك تعبان قوي. مفيش يا بنتي، شوية دوخة كده وهيروحوا لحالهم، ما تقلقيش. دوخة ايه؟ من امتى وانت كده؟ لا يا بابا، لازم تروح تكشف، احنا لازم نطمن عليك. الكشف هيكلف كتير، وانت عارفة حالتنا يا بنتي، ولسه المرتب منزلش. خلينا بس نصبر شوية. أنا مش هستنى لما يحصل لك حاجة يا محمود، أنا معايا قرشين كنت شايلاهم. يلا قوم يا سلمى، نوديه المستشفى. وبعد شوية وصلوا العيادة، والدكتور بص في التحاليل بعد ما كشف عليه وقال له: بصراحة الوالد محتاج علاج شهري منتظم، حالته مش بسيطة ولازم متابعة. يعني ايه يا دكتور؟ العلاج هيطول؟ أيوة، لازم يستمر عليه طول الفترة الجاية، ولو أهمل ممكن الحالة تسوء أكتر. بس يا دكتور العلاج غالي، وأنا ظروفي صعبة. يا رب، هنجيب منين بس دلوقتي؟ احنا هنلاقي حل، ما تفكرش في الفلوس دلوقتي يا بابا، أهم حاجة إنك تتعالج. وفعلا راحت سلمى واشترت العلاج لباباها، وأخدته هي ومامتها وروحوا على البيت. وفي نفس اليوم بالليل سلمى قعدت مع والدتها عشان يلاقوا حل للأزمة اللي بيمروا بيها. طيب ايه العمل دلوقتي بس يا رب؟ الفلوس مش مكفية، ومحمود محتاج الدواء بانتظام. ما تقلقيش يا ماما، أنا هشوف شغل حتى لو بالليل، المهم أقدر أوفر لبابا العلاج. بس أنا مش عايزة أشوفك بتتبهدلي عشاني يا سلمى، مستقبلك أهم يا بنتي. مستقبلي من غيرك مالوش معنى يا بابا، أنت الأهم. وفي وسط مناقشتهم أحمد دخل البيت وقال ببرود: أنا محتاج فلوس بسرعة، عندي واحد لازم أسدد له قبل ما يعمل لي مشكلة. أنت مش شايف أبوك بيموت قدامك؟ لسه بتفكر في نفسك؟ أنت السبب في كل اللي إحنا فيه، عمرك ما فكرت غير في نفسك وبس. بس أنا ماليش ذنب في تعب بابا، أنا فعلا محتاج فلوس، وإلا صاحبها هيدخلني السجن.
يا أخي روح بقى، يمكن لما تتسجن تتوب وتبطل أفعالك دي. بابا اتكلم وقال: كفاية، أنا مش ناقص وجع دماغ. يا أحمد يا ابني أنت كبرت، ولو فضلت ماشي كده البيت ده هيقع بينا كلنا. أنا خلاص دوري خلص، أنت اللي هتاخد مكاني دلوقتي. ما انتوا لو ما اديتونيش الفلوس دلوقتي أنا مكاني الوحيد هيكون السجن. طيب طيب، أنا هتصرف. يا بابا أنت كده بتدلعه وبتطمعه فيك، يعني هو معقول مش شايف حالتك؟ ربنا يهديه يا بنتي، أنا ماليش غيره، هو سندي في الدنيا، وجايز بكرة يتوب. وفعلا والدها كلم كذا صديق ليه عشان يقدر يستلف المبلغ اللي أحمد عاوزه، وهو فكر إن أحمد حاله هينصلح. أما سلمى فحاولت تقنع نفسها إنها تكمل، كانت بتذاكر طول الليل وتروح الكلية بالنهار، وترجع تلاقي البيت كله في دوامة المشاكل، وفي كل مرة تلاقي أحمد جاي طالب فلوس أو عامل مشكلة جديدة. لحد ما في يوم من الأيام كان أبوها قاعد على الكنبة وفجأة وقع على الأرض. يا ساتر يا رب، الحقيني يا سلمى، أبوكي وقع. بابا سامحني، افتح عينك، لازم نلحقه فورا يا ماما، ضروري نوديه المستشفى بسرعة. يا رب استر، يا رب نجيه. وبسرعة كبيرة سلمى ومامتها أخدوا باباها على المستشفى، وبعد ساعة الدكتور خرج من غرفة الكشف وقال: انتوا تبعه؟ أيوة يا دكتور، أنا بنته. قولي إيه اللي حصل له. هو عنده مشكلة مزمنة ولازم يتعالج بانتظام، لو ما أخدش العلاج في مواعيده حالته هتسوء وممكن يوصل لمضاعفات خطيرة. هو فعلا يا دكتور بياخد علاج، بس النهاردة علاجه خلص وما قدرناش نشتريه. طب يا دكتور مفيش طريقة أرخص أو أي بديل؟ للأسف لأ، العلاج مهم جدا ومفيش غيره، أهم حاجة الالتزام. طيب شكرا يا دكتور. وبعد ما والد سلمى فاق أخدوه وروحوا على البيت، وسلمى اتصرفت في فلوس من واحدة صاحبتها واشترت له العلاج. معلش يا بنتي مفيش غيرك، انتي اللي واقفة جنبنا. ما تقلقيش يا ماما، كله هيتحل ان شاء الله. انا استلفت الفلوس من صاحبتي وطلبت منها تدورلي على شغل، وقريب هسدد لها الفلوس. المهم دلوقتي ان بابا يبقى كويس. ربنا يخليكي لينا يا بنتي، مش عارفة من غيرك كنا عملنا ايه. انا فكرت كويس يا ماما، واتضح ان مفيش حل غير اني اسيب الكلية، كده هوفر فلوس اكتر وهقدر اشتغل طول النهار. بس يا بنتي ازاي هتسيبي كليتك؟ انتي دايما بتاخدي المركز الاول على الكلية، طب ومستقبلك اللي بتحلمي بيه؟ خلاص يا ماما، مبقاش في حلم، صحة بابا اهم من اي حاجة. ومن هنا بدأت رحلة سلمى الحقيقية. بعد ما سلمى اخدت القرار وسابت الكلية فعلا، الدنيا بقى بالنسبة لها لونها رمادي. صحابها اللي كانوا معاها كل يوم في المحاضرات ما بقوش موجودين، الكتب اللي كانت كل حياتها اتحولت لشوية تراب على الرف. وبدأت تدور على شغل لحد ما جربت تشتغل في محل ملابس، وبعدين كاشيرة في سوبر ماركت. المرتب كان قليل جدا، لكن كان لازم تسد مصاريف البيت والعلاج. وكانت بتصحى الفجر، تركب مواصلات زحمة وتوصل شغلها مهدودة، وترجع آخر الليل تلاقي البيت مليان مشاكل. كل يوم كانت بتحس إنها بتضيع أكتر، كانت تبص في المراية وتقول لنفسها: فين سلمى اللي كانت عاوزة تبقى دكتورة؟ فين البنت اللي الكل كان بيتمنى يبقى زيها؟ وأمها كانت شايلة هم البيت، لكن في نفس الوقت فخورة ببنتها اللي ضحت بحلمها ومستقبلها عشان عيلتها. وكانت بتقول لها دايما: ربنا مش هيضيعك يا بنتي، وهيكتب لك كل الخير في اللي جاي. لكن الكلمات دي عمرها ما كانت بتهدي النار اللي جواها. أما أحمد الأخ الكبير ما اتغيرش، ده بالعكس زاد سوء. كان بيجي البيت في وقت متأخر، وساعات تانية ما يجيش خالص، وكل مرة يرجع فيها يبقى محتاج فلوس، ولو ما لقاش يبدأ يتخانق ويقلب البيت. وفي ليلة من الليالي رجع أحمد سكران ودخل البيت وهو بيزعق: أنا محتاج فلوس بكرة، وإلا هخرب لكم البيت ده أكتر ما هو خربان. سلمى قالت: فلوس إيه تاني؟ مش كفاية اللي عملته فينا؟ مش كفاية إني سبت دراستي بسببك؟ هو أنت إيه، ما بتحسش يا أخي؟ دراستك مش هتأكلك عيش يا أختي، خلينا في اللي بيجيب فلوس أحسن. يلا هاتي الفلوس من سكات. الأم اتكلمت وقالت: يا ابني حرام عليك،
أبوك تعبان ونايم، سيبه نايم بقى، أحسن يسمعك ويروح فيها. لو مش عاوزينه يصحى وخايفين عليه قوي كده، يبقوا هاتوا الفلوس من سكات وأنا همشي. هو أنت إيه يا أخي؟ هو اللي بتتكلم عنه ده مش أبوك؟ إزاي تبقى من غير إحساس كده؟ أنت استحالة تكون مننا. يا ريت تقول لبنتك تلم نفسها عشان ما مدش إيدي عليها، الواضح إنها شمت نفسها وبتقل أدبها عليا. مفيش حد قليل أدب هنا غيرك، خد الفلوس وروح في 60 داهية. ساعتها سلمى كانت مستغربة جدا من أفعال أحمد أخوها، وإزاي مش حاسس بمسؤولية أو خوف على والده. وتعدي الأيام على ده الحال، لحد ما في يوم الصدفة لعبت لعبتها معاها. كانت في السوبر ماركت اللي شغالة فيه، واقفة على الكاشير ووشها باين عليه التعب. وفجأة وهي بتسمع طلبات الزبون، رفعت عينيها ولقت قدامها وش مألوف جدا. ده سيف. سيف كان زميلها القديم في الكلية، واحد من الطلبة المميزين، لكنه ما كانش قريب منها قوي. وهو دلوقتي واقف قدامها بشياكة وابتسامة وراحة نفسية واضحة، وماسك شنط فيها كتب، وشكلها كتب طبية. ولما شافها اتفاجئ جدا وقال لها: انتي سلمى؟ وقتها سلمى اتلخبطت ووشها احمر وقالت: اه، ازيك يا سيف؟ انا كويس الحمد لله، انتي اللي عاملة ايه؟ مش شايفك في الكلية خالص، ايه اللي حصل؟ لكنها حاولت تغير الموضوع بسرعة وقالت: ظروف بقى وكده، وبسببها مش هقدر أكمل في الكلية. سيف فضل يبصلها باستغراب، كأنه مش قادر يصدق إن البنت اللي كانت الأولى على دفعتهم واقفة على كاشير في سوبر ماركت وتخلت عن مستقبلها بكل سهولة. لكن إزاي تتخلي عن كليتك بسهولة كده يا سلمى؟ ده انت من المتفوقين، وكنت هتبقي دكتورة ناجحة جدا. أهو اللي حصل بقى يا سيف، مفيش حاجة بتفضل على حالها. ساعتها سيف حس إن سلمى مش حابة تتكلم في الموضوع، بس برضه ما كانش راضي عن وضعها وتأثر جدا. وقبل ما يمشي قال لها بابتسامة فيها شفقة: طيب يا سلمى، ده رقمي، أنا موجود لو احتجتي أي حاجة، وما قصدش أي إهانة، اعتبريني صديق قريب ليكي. اتبسطت إني شفتك. اليوم ده ما كانش سهل أبدا على سلمى، لأنها كانت بتحاول تتأقلم على الوضع وتنسى حلمها. بس سيف فكرها بكل حاجة من تاني. البيت كله كان نايم، لكن هي فضلت سرحانة وبتسأل نفسها: يا ترى لو كنت كملت كان زماني أنا اللي لابسة البلطو الأبيض ده. الليل ده سلمى ما قدرتش تنام، وفضلت تتقلب في سريرها وتفكر في كل كلمة قالها سيف. والصبح على الفطار أبوها ناداها: يا سلمى، خلصي شغلك النهاردة بدري، محتاجك في حاجة. حاضر يا بابا. وخرجت على شغلها كالعادة. وفي الطريق كان في صوت جواها بيزن: لو كنتي كملتي كان زمانك لابسة البلطو الأبيض دلوقتي. وفي السوبر ماركت وهي واقفة على الكاشير، زميلتها لاحظت إنها متغيرة. مالك يا سلمى؟ وشك مش طبيعي النهاردة. مفيش حاجة يا لبنى، بس قابلت حد من زمان فكرني بحاجة عزيزة عليا. وشك بيقول إن المقابلة وجعتك جدا. مش مهم يا لبنى، خلينا نشتغل أحسن عشان همشي بدري النهاردة. وبعد الوردية رجعت البيت، وفي الطريق شافت أحمد راجع ومعاه أكل جاهز. انت فين طول النهار يا أحمد؟ وأنا مسؤول قدامك عن كل دقيقة في يومي ولا إيه يا ست هانم؟ خليك مسؤول عن نفسك على الأقل، أبوك محتاجك وانت مش فارق معاه. كفاية بقى تنظير، انت اللي ضيعتي كليتك وعاوزة تعلقيني أنا الشماعة وترمي اللوم عليا. أنا مش بلومك يا أحمد، عاوزك تكون شخص أحسن من كده، عاوزة أسند كتفي عليك وأنا مطمنة، وأنا حلو كده وعاجبني. تمام يا أحمد براحتك، بس ما تلومنيش على اللي هيحصل بعد كده. وبعدها راحوا البيت، وبالليل سلمى دخلت أوضتها وفتحت درج قديم مليان كتب ومحاضرات. وفجأة موبايلها رن، اتصال من رقم مش متسجل. غريبة، مين بيرن عليا دلوقتي؟ معقول يكون حد من الشغل؟ ألو، مين معايا؟ مساء الخير يا سلمى، أنا سيف، آسف لو بكلمك في وقت مش مناسب. سيف؟ لا خالص، مش مشكلة، أنا كنت بفكر فيكي بعد ما مشيت. انتي مش لازم تستسلمي، لو محتاجة أي مساعدة في مذاكرة أو أوراق أنا موجود. شكرا يا سيف،
بس مش عايزة أكون عبء على حد. انتي مش عبء يا سلمى، أنا شايف إنك انتي تستحقي فرصة تانية. شكرا جدا على اهتمامك يا سيف، بس صدقني مش هينفع. مع السلامة. وبعد أيام، سيف مستسلمش إن هو يكلم سلمى، وبقى يمر عليها بعد الشغل على طول، يتكلموا لدقايق. وفي مرة جاب معاه استمارة. بصي يا سلمى، دي منحة صغيرة لطلبة الطب، مش محتاجة مصاريف كتير، جربي تقدمي عليها. حتى لو اتقبلت يا سيف، هجيب منين باقي المصاريف؟ إمكانياتي الحالية ما تسمحش بكده، وبابا لسه ما تحسنش. خطوة بخطوة يا سلمى، أهم حاجة إنك ترجعي لطريقك. أنا واثق إنك هتبقي دكتورة ناجحة جدا في المستقبل. طيب أنا عندي فكرة، بس وعديني ما ترفضيهاش. طب قولي فكرتك وبعدين أفكر. إيه رأيك أتكفل أنا بكل مصاريف دراستك، وأنا الحمد لله مقتدر ماديا؟ لا يا سيف، استني بس هكمل كلامي. أنا عارف إنك مش هتقبلي تاخدي مني فلوس، بس الموضوع هيبقى كأني بسلفك، وبكرة لما تبقي دكتورة وتشتغلي ابقي رجعيهم لي تاني. ها قلتي إيه؟ بصراحة عرضك مغري، بس برضه مش هينفع. الموضوع مش بس فلوس دراسة، أنا دلوقتي بشتغل، ومش هينفع أسيب شغلي وأروح الكلية. ودي هنلاقي لها حل، بس انتي وافقي أرجوكي، ما تضيعيش مستقبلك. تمام يا سيف، هفكر في الموضوع، وشكرا جدا لاهتمامك. وبعدها سلمى روحت البيت، وفضلت تفكر في كلام سيف، وخاصة لما لقت وضع أحمد على حاله. من الواضح إن أحمد مش هيتغير، وأنا مش هينفع أتخلى عن بابا وماما أو أسيبهم تحت مسؤوليته. أنا لازم أتصرف. وتاني يوم سلمى أخدت قرارها، وبعتت رسالة لسيف. سيف، أنا عاوزة أقابلك بكرة بعد الشغل. وفعلا سيف راح لها المحل بعد الشغل وقابلها. أتمنى ما كنش اتأخرت عليكي. لا أبدا، أنا أسفة إني تعباك معايا اليومين دول. لا مفيش تعب ولا حاجة. ها قوليلي، طلبتي مني قبلك ليه؟ أنا فكرت كويس في الكلام اللي قلته امبارح ووافقت على عرضك. كويس إنك وافقتي، اتبسطتلك جدا، وأنا عملت حسابي وجبتلك أوراق ومعلومات عن منح وتدريبات مجانية. أنا ضيعت كتير يا سيف، مش عارفة لو لسه في وقت. في وقت، طالما انت لسه نفسك يبقى لازم تحاولي يا سلمى، وانت مش لوحدك. وانا هحاول، المرة دي مش هسيب حلمي يضيع. وفعلا سلمى قدمت على المنحة، وبدأت الأيام تتغير عندها من بعد ما أخدت قرارها، وبقت حياتها مقسومة بين الشغل بالنهار والمذاكرة بالليل. وسيف اللي بقى حاضر معاها كل خطوة بخطوة كداعم قوي جدا ليها. وسيف قال لها، دي مراجع المنحة اللي قدمتلك عليها، لازم تذاكري كويس عشان الامتحان بتاعها. أنا خايفة، بقالي فترة بعيدة عن الجو ده. الخوف طبيعي، لكن أنا واثق إنك هتنجحي. شكرا جدا على دعمك بجد، أنا مش عارفة أقولك إيه. وفي البيت والدة سلمى كانت زعلانة جدا على وضعها، لأنها شايفة البنات اللي في سنها مبسوطين بحياتهم، وهي حياتها ما بين الشغل والمذاكرة. يا بنتي، انت هتتعبي نفسك كده ليه؟ ارتاحي شوية، مش كفاية الشغل. لازم يا ماما، دي فرصتي الوحيدة. الأب اتكلم وقال، ربنا يقويك يا سلمى، أنا عارف إنك هتبقي حاجة كبيرة. وبعد أيام قليلة سيف اتصل بسلمى وقال لها، مبروك يا دكتورة، اتقبلتي في المنحة. بجد يا سيف؟ أنا مش مصدقة، أنا كنت حاسة إن خلاص الوقت فاتني. مفيش حاجة فات أوانها، طول ما في حلم يا سلمى. وفعلا مرت أيام بعدها شهور وسنين، وكل مرة كانت بتتعب فيها سيف كان بيشجعها، لحد ما اليوم اللي كانت بتتمناه جه، يوم التخرج. أنا عملتها يا سيف، أنا بجد بقيت دكتورة، وأنا كنت واثق إن اليوم ده هيجي يا أحلى دكتورة. دلوقتي فاضل حاجة واحدة، وهي إن أشتغل وأقدر أسدد دينك اللي الفلوس مش هتقدر توفيه أبدا. أنا ديني أخدته لما شفتك بتحققي حلمك يا سلمى، بس إحنا كان بينا اتفاق يا دكتور، ولا أنت نسيت؟ خلاص يا دكتورة اللي تشوفيه. وبعد تخرجها اشتغلت على طول في أكبر المستشفيات، وفضلت تكافح لحد ما فتحت عيادتها الخاصة. ألف مبروك، بجد أنا فخور بيكي جدا يا دكتورة سلمى. الشكر كله ليك بعد ربنا يا سيف، انت اللي حققت لي حلمي، لولاك
ما كنتش وصلت اللي أنا فيه دلوقتي. أنا ما عملتش حاجة يا سلمى، أنت اللي كافحتي وأثبتتلي إنك تستحقي لقب دكتورة بكل جدارة. أنا فعلا مهما عملت مش هقدر أوفيك حقك يا سيف، لكن ده حقك. الفلوس اللي سلفتها لي اتفقنا إنها دين وأنا رجعته. الفلوس رجعت من أول يوم شفتك فيه بتكافحي، واللي بينا أكبر من الفلوس يا سلمى. أنا عارفة إن الفلوس دي ما تساويش جزء من اللي عملته معايا، لكن أرجوك اقبلها، وإلا مش هقدر أحس إني مبسوطة بتحقيق حلمي. تمام يا سلمى اللي تشوفيه. وبعد مرور أيام قليلة، سيف أخد سلمى على جنب في جنينة صغيرة قدام المبنى اللي بتشتغل فيه، وقال لها: سلمى، أنا مش عارف هعترف لك بمشاعري إزاي، بس أنا بجد بحبك. سيف، سلمى، تقبلي نكمل المشوار سوا؟ تقبلي تتجوزيني؟ كل اللي فات كان بيقول إنك كنت خير سند وأحسن رفيق. طبعا موافقة. وفعلا سيف راح البيت وخطبها من والدها اللي كان سعيد جدا إن ربنا بعت لها زوج يقتضى بيه زي سيف. وفعلا اتجوزوا وعاشوا في سعادة، لدرجة إن سلمى نسيت كل الوحش اللي شافته في الماضي، مش بس لأنها وصلت لنهاية الرحلة، لكن لأنها عرفت إن الحلم الحقيقي مش بس تبقى دكتورة، الحلم إنها تلاقي اللي يؤمن بيها ويشاركها الطريق. وبس كده يا أحلى متابعين، دي كانت قصتنا النهاردة، أتمنى تعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عندكم حكايات حابين إن احنا نحكيها اكتبوها لنا في التعليقات.